السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أخوتي في الله، كيف حالكم؟ إذا إن شاء الله اليوم سنقدم لكم طريقة يحتاجها الكثير والكثير، وهي طريقة كيفية تجاوز كلمة السر، كيفما كان النظام ويندوز اكس بي، سات، ويت أو ديس أو ماك أو لينكس. ويندوز ديس لم أتأكد منها بعد. المهم، ما عليكم سوى تحميل هذا الملف. ستجدون الرابط أسفل الفيديو، هو على شكل ايزو. إذا بعد تحميله نقوم بحرقه، إما على فلاشة أو على قرص مضغوط فارغ. الآن إذا أردت أن تقوم بحرقه على قرص مضغوط، تقوم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة، وتقوم بفتحه بهذا الخيار الأول الذي هو أداة تأتي مع الويندوز. عفوا، تقوم بفتح الزر الأيمن للفأرة. هذه الطريقة تقوم بحرق الملفات الأقراص المضغوطة بدون برنامج. هذا جرافود ايماج ديسك ويندوز. تقوم بإدخال سي دي وتختاره، ثم تضغط على جراف. لا يأخذ وقت طويل. وإذا كذلك إذا أردت أن تحرقه على فلاشة، هناك أدوات معينة. المهم بعد الحرق، عندما تقوم بحرقه تقوم بإقلاع به، من البوت تختار الإقلاع منه. بعدها سنواصل الطريقة، عندما بعد الفاصل سنواصل الطريقة. نلتقي بعد حين. إذا الآن عدنا إليكم بعد أن قمنا بحرق الأسطوانة. إذا كما تلاحظون نكتب كلمة سر، لا يدخل. إذا الآن نجهز القرص المضغوط أو الفلاشة، ثم نقوم بالإقلاع منها. مباشرة عندما نقوم بالإقلاع من الفلاشة أو القرص المضغوط، مباشرة سيأخذنا إلى نافذة. نترك لا نلمس أي شيء، مباشرة يأخذنا إلى هذه الواجهة. نضغط على أي شيء، 1 2 3 اف جي، أي شيء نقوم بكتابته يدخل مباشرة. ولكن من بعد بعد أن تدخل إلى سطح المكتب، يمكنك تغيير كلمة السر، تختار واحدة جديدة. إذا كما لاحظتم لا يمكن الدخول. نضع الفلاش أو القرص المضغوط لنقلع منه، ثم نعيد تشغيل الحاسوب. إذا كما تلاحظون مباشرة بمرشح لإقلاع، تضغط على هذه النافذة عندما تقومون بالسي دي أو الفلاشة، تتركونها لا تلمسوا أي شيء. إذا الآن دخل، كما تلاحظون نكتب أي كلمة سر يدخل. لاحظوا معي، مباشرة يدخل إلى سطح المكتب. وهنا تكون قد كسرنا كلمة السر. وللعلم فقط أن هذه الطريقة صالحة لجميع الأنظمة، ويندوز اكس بي، سات، ويت، ديس. ويندوز ديس لم أتأكد منها بعد، الماك ولينكس. إذا هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.